كيما الناس الكل في فواياج اورجانيزي عن طريق اجونس دو فواياج، ونهار السبت فرحانين وكذا باش يمشيو للشقيقه الاخت الكبرى كما يسميوا رواحهم، لكن لا غالب دونك باش يزوروا الجزائر لاول مره وكذا ويكتشفوا الجزائر. يا اخي هاي فرحت بينهم بالكدا في وهما مروحين. سيدي خويا البارح الاربعه مع حكايه الاربعه الخمسه كيكا وصلوا لحدود الجزائريه باش معناها كيف باش يعديوا الاجراءات نتاعهم وكل شيء. معناها لاجونس مطمنتهم انه لاباس ما تهزوش الحاجات الممنوعه كما المواد المدعمه وكذا وكل شيء. دونك الباقي الكل ما فما حتى ريسك ما فما حتى شيء، الى ان يجيهم القرار يقولوا لهم الديوانه والبرشا معناها بوليسيه وكذا غاديك يقولوا لهم الناس الكل باش تهبط الدبش نتاعها الكل ومش يتعدى حتى دشه لتونس حتى تكون دبوزه ماء. كان اللي لابسك الملبوس وكهو الباقي الكل خليه لهنا. يعني لا المواد المسموحه لا المواد الممنوعه حتى حتى شيء ما يتعدى. للممنوعه للمسموحه الكل ما تعديه حتى دشه لتونس. علاش كان التوانسه ما فهموا حتى شيء؟ بدات تلم العباد، فما ناس قبلت بالقرار هذايا، فما ناس احتجت بدات بديت معناها يحلوا لي في الفيديو نسمع نشوف العباد وعباد التوانسه يحتجوا ويزمروا. فما ناس معناها مسكنات قاعدين شويه قضيات هكا كدوات وكذا ما خلوهمش حاسيلوا كل شيء. دخلت بعض اولاد فوضى اولاد كذا مع الطقس البارد مع الكذا. دونك قعدوا حتى نقولوا احنا ال 10 ل 11 باش يتعداوها باش يعداوها. انا واحد من الناس حتى الكار اللي فيها عائلتي قلت لهم سلموا في كل شيء وروحوا وكهو. في حال مهدي انه سلموا البضائع اللي جايبينها الكل. هل انه كانت متساهله معاهم السلطات الجزائريه الجمارك الجزائريه؟ لا مش متساهله تحس انه حتى كي قالوا لهم خلينا نسلموا في البش وسيبونا عديونا باهي اقعدوا استناو مازال الصف اقعدوا كذا معناها مهتلوا فيهم بالعاني. خذاو وقتهم اكثر من اللازم. حتى الاجونس اللي مشاو معها هذه مش اول مره تمشي ديما تمشي قالت عمرها ما صارت لنا هكا. قلنا لعل في خير خلينا نشوفوا فما شي حاجه جاهم من بعد يقولوا لهم هذه الكل على خاطر تونس معناها عملت هكا مع الناشطه ولا درا شكون هذه اللي تعدات تونس وكذا. يخليوهم يزيدوا يقعدوا يستناو حتى خويا المطلات نتاع الصباح. المطلات نتاع الصباح جاوهم هذه تضحك معناها على الاخر. قالوا لهم توا الديوانه تعبت دونك باش يمشي يروحوا يرقدوا الصباح رباح. واحنا كيفاش قالوا لهم هكا حاجه اخرى سكروا عليهم الرجوع معناها حتى للجزائر سكروا عليهم الرجوع من هنا ومن هنا باش ما يتعداوش. عملوا دي بارير عملوا الدنيا عملوا كذا قال لك وحتى التفتيش وكل شيء حتى اللي وراهم راه مش كان عائلتي كهو فما مئات العائلات اللي مازالت جايه ومروحه. عندكش عدد مهدي ببري قداش من عائله قداش من شخص؟ برشا 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 بالالاف يمكن على الحدود الكل مش كان على المعبر هذا بالذات. مع ثلاثه قعدوا تصور انت مطر وبرد وما هزوش حتى معاهم حتى ماكله. علاش؟ على خاطر هما عاملين الاربعه باش يوصلوا للحدود الجزائريه سواء من زمان ولا ساعتين يدخلوا لتونس يمشي ياكلوا حاجه وكذا. دونك باتوا للشر. الصغيرات مرعوبين رقدوا قاموا مرعوبين. عندي واحده من اقاربي نسيبتي دواها معناها وفى عليها وكل شيء وعندها السكر وعندها كذا. دونك حاسيلوا عاشوا الليله والبرد لا فما لا باش تغطى ولا حتى شيء تويسكو الكار مسكره دونك لا شوفاج لا حتى شيء والمطر تجبد والبرد والدنيا وكذا. قلنا هذا الكل ما يسالش يتعدى 8 متاع الصباح خويا يزيد يعديو الجزيريه فقط ويعديو كان الكرهب الجزيريه والكيلان الجزيريه والتوانسه اقعدوا غادي ستاند باي اقعدوا غادي ما فهمناش علاش الديوانه مازالت ما جاتش. الحقيقه وليت تكلمت وعملت فيديو اني ما عادش نجم. اولا ساعه ما لقيناش تجاوب لا من السلطات التونسيه ساعه ما لقينا حتى تجاوب من البارح في الليل لليوم الصباح. لا لقينا تجاوب من السلطات الجزائريه ما فهمناش علاش يعملوا هكا. الحاجه الاخرى سامحني السلطات الجزائريه يحتجزوا في عائلات كما عائلتي وبنتي وصغاري شنو ذنبهم اللي وقت اللي الناشطه هذه سامحني اني خويا الناشطه هذه تتعدى من عندهم هما تعديت من عندهم هما وهي معناها محجر عليها السفر. كيفاش تعديت من عندهم هما باش توصل لي انا ساعه لتونس؟ هذه نقطه فهم كبيره. ومن بعد كي توصل لتونس لهنا وتتعدى على مطار وتعدى وتكلم السفاره كما تقول هي ولا كذا. ايش دخل عائلتي وشنو ذنب عائلتي وشنو ذنب المواطنين التوانسه الكل مش كان على عائلتي على الكل تونس كلها عائلتي لما حاجه. هذا هو الملخص. شنو ذنب العائلات التوانسه؟ شنو ذنبهم العائلات باش يحجزوهم ولا حتى باش يخليهم للبرد ولا باش يخليهم للشر؟ عاد ما يخليهم يرجعوا للجزائر على الاقل حتى
حتى يمشيوا يكنوا رؤوسهم في اي بلاصه، ولا يخليهم يتعداوا، ولا ما فهم يا رسول الله. معناها ما عادش فما حتى امور انسانيه، ما عادش تقطعت. الجزائريين هذوما اللي احنا نفرحوا بهم في سوسه، هذوما اللي يجيوا بحذانا، هذوما اللي نعطيهم ديارنا، هذوما اللي حتى ابسط الاجراءات حتى من الشنقال ومن الصابون حيناه لهم، معناها باش ما نعطلوهمش وفرحانين بهم ونستقبلوهم ديما في ديارنا بالماكله ونضيفوهم وكي نلقاهم معناها في المطاعم وفي القهاوي وفي الواحد نفرحوا بهم وكذا. والله هذا واجب الكرم، والله هذا ابسط حاجه نجموا نعملوها معناها من غير ما نقولوا كلمه شهيره بفلوسنا، خاطر حتى احنا بفلوسنا مشينا للجزائر. لا حتى احنا بفلوسنا. ويجي نقول لك والله العظيم عيب اللي عملوه، وعيب على السلطات الكل التونسيه والجزائريه، ويمشي فيها كان الشعب هذايا في العفس. احنا بفلوسنا وبقدرنا، وان شاء الله تو تونس سترجع بقدرها وتترجع. احنا تو اليوم ولينا ما عادش معبرين لا في الداخل لا في الخارج، معناها عائلات مطيشه، مش 10 و20 عائله، فما مئات العائلات مطيشين على 4 ولا 5 مناطق حدوديه، ما يتفتلهم حتى حد وما ياخذ حتى كوميونيكي. هذا يا مهدي درس للتعامل مع الدول المجاورة.